السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ انا كده بوريلكم المكان بتاعي اللي ان شاء الله بنعمل منه البث المباشر بتاع كل يوم اهوت. ده اغلى مكان على قلبي في الدنيا كلها. الحتة ديت رغم انها مكان صغنن جدا، لكن اكتر مكان انا ببقى مبسوطة فيه. اتفضلوا، دول عرايسي. والوقت ده تحديدا الشمس بتاعت العصر، انا بحب الوقت ده قوي. وده مكاني، ونورتوني وشرفتوني في مكاني. احب بقى اعرفكم على العرايس. ده كرم وكريم. كرم الاسمر من السودان، وكريم من مصر. شقاوة المصريين بقى، وفي بينهم حواديت وقصص كتيرة هتبقى هسمعها لكم. الولدين دول في تالتة ابتدائي وفي المدرسة، وفي قصص بقى بتحصل مع البنات اللي في الكلاس وعندهم حواديت كتير. ومبروكة القمرة دي. الإضاءة بتهيألي بتاعت الشمس، أنا بحب الجو ده قوي. وعروستي أكبر عروسة عندي، عروستي أم العيال اهي. يا لابسة سلوبات، وأولادها سيوب سوسو دودو لولو. ولادها سوسو دودو لولو اهي، أم العيال. وعروسة المولد صلى الله على حضرة سيدنا النبي وعلى آله وصحبه وسلم. ودي ياسو إريتريا، طنط تعقيم. عيوطة أم فاروق. مسعدة. تختوخة. عبير. والعمدة. العمدة عين أصل من عبير شوية، بيفكر يتجوزها بس هي تقلان عليه. وفاطمة وأبو العلا. فاطمة وأبو العلا. مش عارفة أبو العلا بيوشوش فاطمة ولا ايه، بيقول لها ايه؟ اطلع يا أبو العلا، اقف كده جنب فاطمة عشان تبين. ادي فاطمة وأبو العلا. وهنا جامايكا. وبعدين دي كابوتشا وبابوشكا. وده دكتور حسن. ودي موناليزا المصرية. وده الدرع اللي انا استلمته في معرض كان في المركز الثقافي الروسي. استلمت الدرع ده هدية ومكافأة. وده برضو درع تاني، لكن استلمته من في ساقية الصاوي. المعرض كان اسمه ريشة عربية بأيدي ريشة عربية، ريشة عالمية بأيدي عربية. ودي عملتها اللوحة دي في ورشة الديكوباج. دي هدية أصحابي ليا لما خلصت المعرض. معرض كان في ساقية الصاوي اسمه خطوة عزيزة. أصحابي بقى اللي عملوا لي الهدية الحلوة ديت. ودي أكتر حاجة بقى بعتز بيها، بورتريه معمول من السلك للفنان التشكيلي الراقي المتميز جدا الأستاذ جلال جمعة. عمل لي لوحة من السلك، رسمني بالسلك. ودي الجواب، يمكن مش هينفع اتكلم عنه هنا، نخليها في وقت تاني. نرجع لمسعدة. يعني كده انا كده وريتكم مكاني. النهاردة ان شاء الله نعمل البث المباشر ونتقابل في المكان ده، بس هتكون بقى الشموسة بتاعت العصاري خلاص مشيت. اهي الشموسة داخلة اهي. انا حبيت اصور بس الوقت ده عشان هو الوقت ده فيه سكينة كده غريبة، ومش عارفة الإشعة البنفسجية بتعمل شغل غريب يعني.
وقت ما كنا نبقى راجعين من المدرسة كده وهنتغدى وننام، وقت كده فيه سكينة غريبة سبحان الله. فأنا حبيت أقول لكم اللحظة الجميلة اللي أنا بحبها، لحظة السكينة. وإن شاء الله احنا صايمين اليومين دول 6 من شوال، 6 البيض. فإن شاء الله بإذن الله نيجي كده كلنا بعد الفطار ونتقابل هنا برضو في نفس المكان، وكلنا مع بعض بعد الفطار ان شاء الله في البث المباشر. مستنياكم، اوعوا ما تجوش تحضروا معايا البث المباشر. اوكي، يلا بقى نقول باي باي، نقول باي باي.